انت ليه دايما بترجع للحاجة اللي بتبعد عنها؟ وليه كل مرة بتنتكس أول ما تحس إنك خلاص وصلت؟ وإزاي بعد كل ده تقدر تغير حياتك؟ تعال خليني أقولك. أهلا، أنا أحمد النجدي ودي قناة بوك نوك. فكرة القناة إن أنا بجيب كتاب وبقعد أشرحه وأدردش معاك شوية، بس من وجهة نظر مختلفة حبتين، لأن مش كل حاجة بنقراها تنفع إن إحنا خلاص نعتمدها في حياتنا. لو عجبتك الفكرة بص كده الفيديو لصحابك ولا حاجة يمكن حد يستفيد، وتعالى نبدأ. تخيل إنك تكون رايح لحد من قرايبك وأول ما يفتحوا لك الباب يقولوا لك إنك فيك حاجة غلط، فتقول لهم فعلا أنا الدنيا جاية عليا أول يومين دول. يقولوا لك يا ابني لا انت فعلا فيك حاجة غلط، لان بعد 3 ساعات من كلامهم معاك انت هتكون في المستشفى، ومش مستشفى عادية لانك هتكون بتعمل عملية يعني بيسلكوا لك فيها شرايينك اللي اتسدت. ولما بيسألوا قريبك اللي اكتشف ان كان في حاجة غلط يعني وكده، فبيقول لهم والله ما اعرفش، يعني انا حسيت في حاجة غلط في وشه فقمت قايل. بس اللي بتعرفه بعدين اصلا ان قريبك ده كان شغال في طوارئ المستشفيات، فهو بيشوف الحالات دي كتير فعينه اتعودت على الموضوع من غير ما يكون زي ايه مركز في الكلام ده. وبعدين لما بتيجي تدور عشان تعرف انت يعني طب هو حتى اكتشف الحوار ده منين، بتعرف ان الشرايين لما بتتسد الجسم بيبعت الدم للاعضاء الحيويه بس، فبالتالي الاجزاء اللي هي مش اساسيه او بمعنى صح مش الاهم بتلاقي ان وشك بدأ يصفر او بدأ يتغير لونه، واجزاء من جسمك تانية. وعلشان زي ما قلنا في الاول بسبب الاختلاف اللي حصل عندك الخفيف ده، قريبك بس اللي لاحظ الموضوع ده لان هو على طول بياخد باله من الكلام ده وهو شغال، لكن حد غيره طبعا عمره ما ياخد باله، وكان زمانك طبيت ساكت اساسا من زمان. طب سيبك من قريبك، عمرك شفت واحد دايما كان بتاع انتيكات لو جبت له تمثال عادي وتمثال يعني يكاد يكون فرعوني وقلت له ايه الفرق ما بينهم مع ان الاتنين شبه بعض بالنسبه لك، هيقول لك والله ده فعلا فرعوني وده لا. طب هو يعرف منين؟ هو والله هو ذات نفسه ساعات ما بيبقاش عارف، لمجرد ان هو اتعود يفرق الصح من الغلط او اللي مضروب من اللي غير مضروب يعني وكده، فهو بدأ يشوف الحاجات اللي احنا ما بنلاحظهاش، زي فكرة انك تكون مصمم صناعي او مهندس وبتبدأ تاخد بالك من المليات والميل والحاجات الغريبة اللي مفيش حد بيلاحظها في الكون كله غيرك. واللي بنعرفه بعدين ان دماغك بيبدأ يلاحظ حاجات كتير من غير ما تكون انت اصلا مفكر فيها، يعني حاجات تلقائي هو بياخد باله منها. والمشكلة ان احنا بنقلل من قيمة الموضوع ده قوي، لان اصلا اغلب الحاجات اللي احنا بنعملها هي بشكل تلقائي، لان مش لازم تكون واعي عشان العاده تبدا. وده بيخلي العادات خطر، لانك لو بتعمل حاجه وحشه فانت بتاكل في جسمك وبتاكل في حياتك من غير اصلا ما تفكر، من غير ما تكون واعي. وبعد فتره من انك تكرر العاده انت الاشاره حتى ما بتبداش تلاحظها، انت خلاص بقت جسمك اتعود عليها. اول ما الاشاره بتبدا خلاص هو بيشتغل ان والله انا عرفت ان لما هشوف الفلان الفلاني هتوتر، فمثلا لو انا بشرب سجاير فهشرب سجاير. وعشان كده لازم نغير السلوك الواعي. وقال لك عالم النفس كارل يونغ: إلى أن تتمكن من جعل اللاواعي واعيا سيوجه حياتك وستطلق على هذا اسم القدر. وعلشان كده احنا هنتكلم زي الكتاب ما بيقول يعني تمام على 4 مراحل ازاي تخلي العادة واضحة تشدك سهلة ومشبعة. لو عملت ال4 حاجات دي في أي عادة هتفضل على طول معاك. وفي الآخر خالص هقولك ازاي برضو ما الكتاب قال تخلص من العادات اللي مش كويسه. انا هتكلم في الموضوع ده بعدين تاني بوجهه نظر تانية، لان مش كل الكلام مقتنع بيه الصراحه. واول حاجه خلينا ازاي نقول ان العاده تبقى واضحه. اصلا عندك 4 حاجات. اول حاجه امسك ورقه وقلم واكتب لي العادات اللي انت بتعملها الكويسه والوحشه، ومع كل واحده فيهم يا تدي نفسك بوينت يا تخصم من نفسك بوينت، بحيث ان احنا نشوف اصلا انت في الاخر بتعمل ايه كويس اكتر من الوحش ولا العكس. هتقول لي ما انا ممكن اكون شايف ان مثلا شرب السجاير هي حاجه كويسه فانا هدي لنفسي بوينت. انت كده بتستعبط وبتستهبل. خلينا نتكلم في العادي وفي الطبيعي وفي المعروف كله. والله الحاجه الكويسه اديها بوينت بجد، والحاجه اللي انت مش فاهم يعني طب هي مثلا كويسه ولا لا، مثلا لبست الكوتشي فلا ما فيهاش يعني دي عادي محايده. بس مثلا ايه طبقت الاوضه، طبقت مثلا ايه هدومك، ظبطت هدومك، حطيت برفان، اللي هو العادات اليوميه الكويسه اللي بالنسبه لك اديها البوينت الكامله. اي حاجه زفت بالنسبه لك زي عصبيه، قله ادب، عدم مذاكره، تسويف، اي حاجه بقى ممكن تيجي في دماغك هي فعلا معطلاك اديها الماينس او ان انت تنقص نقطه. وخد بالك ان في حاجات هي ممكن تكون يعني تنفع في الموجب وتنفع في السالب في نفس اللحظه. يعني انا مثلا واحد رفيع فبالنسبه لي الاكل ده موجب ليفل الوحش، لكن اي حد تخين يعني ما تستعبطش وتحطها في الموجب، يعني حطها في السالب او على الاقل يا عم حطها في المحايده. وبعد ما احنا هنتكلم بقى خلاص انت بدات تجرد فكره العادات شويه من كونها عادات كويسه او عادات وحشه، هنشوفها هي عادات فعاله
ولا لا، يعني حاجه فعلا بتحسنك ولا احنا حرفيا بننفخ في قربه مخرومه. والفكره ان حوار انها فعاله مش معناها ان هي عاده كويسه او وحشه، لان في عادات فعاله زي شرب السجاير او انك تجري مثلا ولا حاجه لو حصل موقف محرج او الكلام ده كله، هي فعلا بتعالج لك مشكله، بس هي نيله على جسمك او نيله على دماغك. اصل هي لو مش بتحل لك مشكله فعلا احراج او توتر او ضغط او الكلام ده كله، انت مش هتكررها، فمعنى كده ان هي فعلا بتحل لك حاجه. وعشان تفرق ما بين العادات، لو مثلا بتعمل 15 عاده، 25، 40، 70 عاده بس انت مش عارف تحدد ايه الكويس وايه الوحش، ابدأ فكر مع نفسك هو ايه اللي انا بعد 10 سنين 15 سنة لو فضلت عليه هكون مبسوط ان انا بعمله. مثلا الجيم اكيد، مثلا حاجة تانية لو انت بتعمل حاجة مضايقاك او بالنسبة لك صعبة شوية او موترة او بتشيل ضغط او الكلام ده كله، بس انت بعد فترة هل هتكون مبسوط لو لقيت ابنك او بنتك بتشرب سجاير بعد ما انت كنت مثلا بقالك 30 سنة مدمن؟ ما اشك. لو انت مبسوط دي بقى حاجة ترجع لك، يعني دي حاجة انا ما اقدرش اتدخل فيها، بس دي حاجة يعني صعبة الصراحة. بص، هو احنا في المرحلة دي مش هنغير حاجة قد ما فكرة ان انا عايزك تبدأ تراقب نفسك، تبدأ تشوف انت اصلا بتعمل ايه علشان ترصد الكلام ده كله حاجة بحاجة، بحيث ان انت تبقى فاهم انت اساسا حياتك اللي انت عايشها دي مصيرها توصلك لحاجة ولا احنا محتاجين نعدل حاجات كتير. وعلشان برضو تاخد النقطة دي بشكل احسن او بتركيز اكتر او الدنيا تكون مظبوطة بالنسبة لك، ما تحاولش تبص لنفسك انك يا ما هنا يا ما هناك ولا انك زبالة. يعني والله انت كويس في 15 حاجة ووحش في 5 حاجات، ما تمدحش نفسك على ال 15 ولا تبهدل نفسك على 5. من الاخر عشان تغير عاداتك او تغير حياتك محتاج ان في اول فترة على الاقل تكون مدرك انك تفهم الحاجة، مش مجرد ان انت بتجملها او بتحبط نفسك بانك والله انت ضيعت نفسك، انت بهدلت نفسك. مفيش حد بيحب يحس انه مقصر. تاني حاجة، عشان تبدأ عادة جديدة محتاج تعمل خطة امتى وفين هتعمل العادة دي، لان التحفيز لوحده مش كفاية. وده ظهر اكتر في سنة 2001 لما فريق بحث علمي عمل بحث على 248 شخص. وده ظهر اكتر في سنة 2001 لما بدأ ان هم يعملوا بحث علمي على 248 شخص. 248 شخص حاولوا ان هم يخلوهم يعملوا عادات جديدة على مدار اسبوعين، وقسموهم ل3 مجاميع. اول مجموعة خلوهم يكتبوا هم اتدربوا كام مرة على مدار الاسبوع، وتاني مجموعة، مجموعة التحفيز، هم مش مجرد قالوا لهم ان انتوا تكتبوا اتدربتوا كام مرة في الاسبوع، لا هم كمان كلموهم وشرحوا لهم قد ايه ان الموضوع ده مفيد لجسمهم، مفيد للقلب، مفيد لحياتهم، مفيد لحاجات كتير قوي في حياتهم. هم ممكن يعني يواظبوا عليها لفترة اكبر، في حاجات كتير قوي هتتصلح من غير ما يروحوا لا ياخدوا ادوية ولا رعاية ولا الكلام ده كله، او بدرجة اقل يعني. والمجموعة الثالثة اتعمل لهم نفس اللي اتعمل للمجموعة الثانية، يعني اتشرح لهم بس برضه زودوا لهم حاجة عن المجموعة الثانية والاولى. قال لهم انت لازم تكتب لي انت هتتدرب امتى وفين، كمان لازم تقول لي اليوم والمدة والساعة والمكان. وبعد فترة شافوا 3 مجاميع، لو ان اول مجموعة 35% اتدربوا مرة واحدة على الاقل في الاسبوع، والمجموعة اللي المفروض انهم حفزوهم اتدرب منهم 38% مرة على الاقل في الاسبوع. وده وضح لنا ان التحفيز اساسا مش الاساس، لان المجموعة الثالثة يعني مفروض نتنبأ بالنسبة شوية بدرجة ما يعني وكده، وصلت لغاية 91% كانوا بيتدربوا مرة على الاقل في الاسبوع. وده كان اكتر من ضعف الطبيعي، لان الطبيعي كان 30 ولا 35 ولا 38 حتى مع التحفيز، مش لدرجة ان انت توصل لل90 مرة واحدة او 91 يعني. ولو مش فاهم ايه اللي زاد عليهم، فهم دخلوا لهم حاجة في وسط العملية بتاعتهم، حاجة اسمها نية التنفيذ. ودي خطة بتوضح لنفسك فيها الوقت والمكان، ودي خطة بتوضح فيها لنفسك الوقت والمكان والطريقة اللي انت هتعمل بيها العادة. وعرفنا بسبب اللي قلناه ان اهم حاجتين عشان تتغير فيهم العادة المكان والزمان. في ناس كتير بتحاول تغير عاداتها من غير ما تركز على التفاصيل الأساسية. يعني في ناس تقول لك والله أنا عايز آكل أكل صحي، أو أنا هبدأ وهتلاقيني إيه بكتب لك 3 4 5 صفحات في الكتاب كل يوم، بس هم نسوا هم هيعملوا الكلام ده فين وإمتى. فالحاجات دي بقت بالنسبة لعقلهم حاجة مبهمة. الناس كلها كانت بتبقى مفكرة ان هم ناقصهم التحفيز، بس هو اللي وصلنا له ان هم اصلا ناقصين يبقوا واضحين لنفسهم. في طبعا ناس تانية بتبقى مفكرة ان لازم يكون في وقت مثالي عشان انا هظبط كل حاجه. بص انا هعمل الهوائي، انا هعمل اللي ما اتعملش. طبعا الناس دي بتفضل قاعده على جنب، قاعده في النوتي كورنر، ما بتهببش اي حاجه في حياتها. فعلشان كده بنبدا نستخدم نيه التنفيذ. وقتها احنا مش عايزين حاجه غير انك تمشي على المعادله، والمعادله بسيطه، انا هعمل كذا في الوقت كذا في المكان كذا. زي مثلا انا والله هذاكر برمجة نص ساعة الساعة 10 بالليل في اوضتي، فانا حددت الحاجة والوقت والمكان. ويا عم لو مش عارف تبدأ امتى، يعني في حاجة احنا بنحبها كده شوية، ان انت تبدأ
في بداية أي حاجة، يعني بداية سنة، بداية أسبوع، بداية شهر، يعني دي بتأخرك شوية، بس يعني والله لو دي اللي هتبدأ معاك وهتلتزم ماشي. ونية التنفيذ دي بتخليك تقول لأ لحاجات كتير. يعني أنت مثلا خلاص بقيت مقتنع إن الساعة 10 أنا في أوضتي بتعلم برمجة، فلو حد اتصل بيك قال لك تعالى ننزل الساعة 10 تقول له لأ يا عم يا اسطى، يعني استنى عليا نص ساعة حتى ولا ساعة إلا ربع، اخلص اللي ورايا وانزل لك. هتستناني كنبه، مش هتستناني يا عم عادي. وبسبب انك هتثبتهم وهتقول لا في اوقات كتير، خلاص الموضوع هيتبرمج في دماغك، هتبقى مرة ورا التانية ورا التالتة، خلاص بقت عادة في دماغك، انت بقيت متعود تعملها ومش هتقدر تبطلها بسهولة. طول ما انت بتكررها اكتر طول ما هي هتثبت اكتر. وفي حاجة كمان هي الليفل اعلى او ابجريد، ودي حاجة انا فعلا عن نفسي نجحت معايا نجاح باهر، حاجة اسمها تكديس العادات. تكديس العادات انك تخلي العادة نفسها او الحاجة اللي انت بتعملها هي بداية لعادة جديدة انت عايز تكسبها. كان دايما لما بخلص حاجة معينة كان في حاجة على طول بعدها بعملها، مثلا قعدت 10 15 يوم كده مواظب على الموضوع ده. الموضوع ده كان بالنسبة لي سحر، انا ما كنتش متخيل ان انا اصلا ممكن اواظب على حاجة شبه كده في الفترة دي، وانها حاجة كويسة يعني. فمثلا ممكن تاخدها بفكرة ايه، ان انا والله لما بصحى بغسل سناني فاقعد في الليفينج ممكن اقرا كتاب. فالموضوع بقى مربوط ايه، ان اول ما اصحى انا بروح اغسل سناني. اغسل سناني دي هي العاده اللي مجرد ما بصحى بروح اعملها، مجرد ما تنتهي انا رايح اقعد في الليفينج زي مثلا ما كنت بقعد على طول، بس انا هكسر اي اشاره. مثلا لو كنت بروح بالتليفون فانا مش هروح بالتليفون وهروح بكتاب. فمره في التانية في التالتة انت مش هتقدر تقعد بالتليفون في المكان ده، خلاص انت اتعودت على الكتاب. ونيجي لتالت نقطه في الاشاره اللي هي البيئه، لان في كل مكان احنا قعدنا فيه كوننا فيه عادات وفيه اشارات كتير احنا حتى مش واعيين بيها. حتى كده اللي بتوع علم الرياضه والناس اللي بتحب الرياضه يعني وكده قال لك ان السلوك هو الداله للشخص والبيئه اللي هو جواها، داله بتجمعهم هما الاثنين، بتعمل ما بينهم علاقه. وحاولوا يفسروها دايما ان انت مثلا لو في السوبر ماركت وشفت منتج غالي، هو دايما محطوط في مكان هو بيأثر فيك وانت فعلا بتحس انك عايز تشتريه. يعني مثلا اي حاجة غالية او ذات قيمة عالية هتلاقيها في مستوى عينك، فسهل ان انت توصل لها، سهل ان انت تشوفها. ولو رحت بقى مكان وانت متعود مثلا تجيب منتج معين، يا لهوي مكان مثلا جديد بالنسبة لك ومشوفتش حاجة كده، حاجة كده زي فول الصين العظيم لما شاف البتنجان، بتروح انت رايح تجيبه مهما كان سعره، مهما كان انت محتاجه ولا لا، بس انت بتحس ان هو مرتبط بيك، حاجه انت عارفها. وعلشان كده لازم تعرف ان انت بتتاثر بحواسك، يعني ممكن بالشم، ممكن باللمس، ممكن بالتذوق، ممكن بالنظر، ممكن باي حاجه، ممكن بالسمع. بس هو الموضوع اكبر شويه بالنظر، وبتبقى يعني باختلافات كل واحد والتاني يعني. فمثلا ممكن تكون قاعد في اوضتك ولو حاجه اتغيرت من مكانها يعني تحس انك مش مرتاح، متضايق، في حاجه غلط. وتلاقي دايما اغلب اللي اوضهم مكركبه هم بيتضايقوا لما الاوضه تنضف، بعيدا عن ان الاوضه تبقى مكركبه هي محتاج تنظفها طبعا، بس لا الموضوع ان هم اتعودوا على المنظر. فما تلاقي الاوضه نظيفه حاسس بحاجه غلط، يا جدعان انا كنت رامي الحاجه دي هنا، فليه ليه هنا، ليه هنا فاضي؟ فانت محتاج تهيئ البيئه اللي حواليك ان هي تكون بيئه انك تقدر تنتج فيها. طب نصممها ازاي؟ قال لك جيمس كلير ان كل عاده تطلقها اشاره، ومن الارجح ان نلاحظ الاشارات البارزه، ولكن للاسف فان البيئات التي نعيش فيها ونعمل فيها تجعل من السهل علينا الا نقوم باشياء معينه لانه لا يوجد اشاره واضحه تطلق السلوك. يعني معنى صح الحاجه لو مش واضحه مش هتعملها اصلا. وده ممكن يخليك تاخد بالك لما تيجي تشتري فاكهه مثلا ومحطوط في طبق وغسلهم وحاططهم كده مثلا على السفره، طول ما انت متعدي هتلاقيك مثلا بتشد تفاحه، بتشد موزه، بتشد برتقانه، بتشد اي حاجه، هتلاقي الحاجه على طول بتخلص. لكن لو الحاجه جت اتحطت في الثلاجه انت بتكتشفها وهي مثلا ايه، والموز بيخرج عشان يتعمل موز بلبن علشان يتشرب بعد ما باظ. فلو عايز تخلي عادة معينة جزء كبير من حياتك حط لها اشارات كتير في اوضتك وفي اي مكان انت بتقعد فيه على طول يعني. وكمان لو الموضوع عايزه بشكل ابسط شوية، وطبعا احنا ما عندناش اكتر من اوضة واحدة، انت قاعد في اوضتك تمام، وممكن كمان ما تبقاش قاعد فيها لوحدك، بس ممكن مثلا ايه اكيد فيها ركن كده اتجاه فيها، جيب يا عم بفة او جيب مخدة، جيب كرسي، جيب شبشب حتى، يعني ده يبقى مكانك. اعمل فيه عادة جديدة. جيب مثلا لو عايز تتعلم عايز تتعلم اي حاجة، مثلا تجويد، عايز تذاكر مثلا كتاب معين، عايز تتعلم مثلا رسم، عايز تعمل اي حاجة، اعتبر المكان ده مكانك، وهو ده المكان اللي انت هتمليه اشارات. كل ما تروح المكان ده انت متعود والله انك تشتغل فيه. وحاول قد ما تقدر لو انت عملت الحوار ده خلي ان كل جزء في الاوضه لحاجه معينه. يعني السرير ده لا تاكل عليه ولا تشتغل عليه ولا تعمل اي حاجه عليه غير انك تتنيل تنام. ولو الموضوع بقى يعني في امكانيه غير مكان اصلا، شو اي مكان كان زفت ونيله تبقى غيره.
علشان كده بتلاقي ان الموضوع بيبقى اسهل شوية انك تتغير للأحسن لو نقلت محافظة تانية، رحت سكن جامعي، خرجت مثلا ولا حاجة مع صحابك وسافرت ولا حاجة واضطريتوا مثلا تباتوا في حتة علشان مش عارفين تروحوا. في حاجات كتير بتلاقي ان انت ايه، في حاجة غلط، في حاجة مختلفة عن اللي انت متعود عليه، تحس ان انت يعني بقيت احسن بنسبة. ولو الموضوع يعني زينا في بعضينا كلنا، غير الأوضة، اعمل لك مثلا برواز، ادهن لك مكان، جيب كرسي مثلا ولا حاجة، اقول الكرسي ده انا هقعد عليه اذاكر فيه المواد بتاعتي كلها، بس يا ريت ما تنامش. وفي فترة من الفترات يعني لقيت ان انا اصلا السكريبت بتاع الحلقة دي كتبتها بعد ما قعدت اقرا الكتاب على الكرسي اللي انا قاعد عليه ده، بس كانت باشارات تانية في فترة ما يعني. ممكن تخلي المكتب عندك لو عندك مكتب يعني او كده، ولو انت في كلية رسم زي تكون مكان للرسم بس. طبعا ده مش حاجة عملية، بس يعني ممكن تخلي جزء منه للرسم، ومثلا الجزء اللي انت بترسم فيه تقوم حاطط عليه كتب لما تيجي تذاكر، وتفضي مكان تاني، وهكذا يعني صرف نفسك. وحاول على قد ما تقدر ما تدخلش عادة على عادة تانية، لان في ساعتها عقلك هيشوف والله ايه الاسهل وهعمله. وانت ممكن تيجي تقول لي كده والله انت مش فاهمني، ده انا الشقة اصلا كلها انا ماليش فيها غير متر ونص في متر ونص، وممكن يكون كمان اصغر من كده. يا عم والله فاهمك، بس معلش انت دلوقتي انت كل اركان الاوضه دي قاعد فيها بالموبايل، ده انت الشباك ناقص تقع منه. يعني اللي هو كل الاماكن دي قعدت فيها بالموبايل، يعني كلهم اشارات لها علاقه بالموبايل. يعني كان ممكن تعمل اشارات تانية لحاجات تانية، يعني ملهاش مبرر اساسا. ولو لقيت بقى مكان ما قعدتش فيه الموبايل، امسك فيه بايدك واسنانك، هو ده اللي هيخليك تتغير. اقعد فيه بالموبايل، تمام، وسيبني انا قاعد من اول الحلقه قاعد بموت نفسي عشان اقول لك تسيب الزفت ده، وبرضه مفيش فايده. ولو قدرت ترتب كل الكلام اللي احنا قلناه ده بدرجه ما، يعني هتلاقي ان في حاجات كتير قوي بدات تعملها بقت بشكل تلقائي، بقت بترسم تلقائي، بقت بتقرا كتب تلقائي، بقت مقلل التليفون تلقائي، بقت بتعمل حاجات كتير كويسه بالنسبه لك تلقائي وبتطورك. نيجي بقى لتاني حاجه من الحاجات الأساسية، إزاي تخلي العادة تشدك. في فترة الأربعينات اتعمل تجربة كده من عالم نفسي، يعني ما علينا من اسمه، كان بيدرس النورس الفضي، واكتشف إن النورس الكبير بيبقى عنده فيه حاجة في منقاره كده لونها أحمر، والأطفال لما بيجوع بتروح مخبطة على اللون الأحمر ده. فهو طبعا عالم نفس ومش مريح دماغه، قال لك بص انا هجيب لهم منقار زي منقار والدهم او والدتهم، تمام، وهو شكله انه مش حقيقي اساسا، بس جاب لهم نفس الحته الحمراء اللي موجوده في منقار ابوهم وامهم. فلاحظ ان الصغيرين برضه بيخبطوا على الجزء الاحمر ده عندهم. فهو في الاول فكره صدفه، ولما كررها كتير اكتشف ان هم مولودين كده، وكل ما النقطه اكبر كل ما الاطفال بيضربوها اكتر واسرع من الاول. فهو بقى ايه، مش رايح دماغه، لا قام جايب منقار وحاطط فيه 3 اجزاء احمر. فطبعا العيال اتجننت بقى وفضلوا يخبطوا فيها من الفرحه. فده بيخلينا نفكر، هو في حاجات احنا ممكن نكون عارفينها بشكل تلقائي اساسا، وش معنى لما بيكون مبالغ في الحاجه دي بناخد بالنا منها، والله اوقات ما بناخدش. فقال لك ان البشر ممكن يقعوا في حاجات كتير بسهوله مضخمه، لان مثلا انت دلوقتي الاكل بيجي لك لغايه بيتك، جدك زمان او جد جدك يا عم كان لازم يزرع علشان يعرف ياكل اساسا. فاكيد الموضوع بقى اسهل، وكمان الشركات بتحاول تطور كل حاجه في منتجاتها عشان توصلك لنقطه النعيم. فمثلا البطاطس يفضلوا يشوفوا هي بتقرمش ولا لا، طب الطعم، طب نسبته ايه، طب زود شويه، طب قلل شويه، طب اظبط لي بقى ايه التعبئه بتاعته، طب اظبط لي الكلام ده كله علشان يخليك تمسك حاجه هي يعني في الجنة في ايه اكتر من كده. وكل دي اهداف من الشركات عشان يشدوك. ولو ركزت حواليك هتلاقي ان تقريبا كل حاجة عدلوها لك. فبالنسبة لك السوشيال ميديا مثلا ولا حاجة بتخلي ناس تعرفك وتقدرك، وانت في اغلب الناس دي ممكن ما تشوفهمش ولا مرة في حياتك. فتلاقي اعلان معمول باضاءة بيرفكت وديكور كويس، ويعني لو حاجة باظت العبد فوتوشوب موجود. وكل حاجة تقريبا رايحة في نفس الاتجاه ده، ان المكافأة دايما يكون تأثيرها اكبر بكتير عليك. والمشكلة ان دماغنا زيها زي البني ادم القديم، مع اختلافات بسيطة طبعا، بس الاختلافات دي مهما كانت ما تخليناش نقاوم كل اللي احنا بنشوفه ده. لان من كتر ما الحاجة ما بقتش طبيعية وبقت اعلى من الطبيعي، بقى انك تنزل للطبيعة حاجة صعبة جدا. وخلينا نفهم تأثير الدوبامين علينا، لانك علشان حاجة تشدك محتاج تكون عارف ومدرك انك هتاخد دوبامين بعد ما تخلص. سنة 1954 في عالمين وقفوا افراز الدوبامين في راس الفئران، وكانت النتيجة ان الفئران دي ما عادش عندها اي رغبة في الحياة. وفي تجربة تانية برضو اتعملت، برضو وقفوا افراز الدوبامين عن دماغ الفئران، لقوا ان الفئران لما بيحط لهم محلول ميه بسكر في بقهم عادي بيعجبهم. بس في نفس الوقت نفس الفئران دي لما سابوا لهم الاكل بتاعهم قدامهم بس الدوبامين اللي كان بيتفرز عندهم موقفينه، الفئران دي ماتت لان رغبتهم انعدمت.
واحنا ما نختلفش قوي عن الفرانك ده، لان احنا برضو بندور على الدوبامين في كل حاجة. والعلماء كانوا مفكرين الدوبامين بس بيدخل في بند المتعة، طلع بيدخل في حاجات كتير جدا، منهم عملية التعلم نفسها وحاجات تانية كتير. وعرفنا بعدين ان الدوبامين ما كانش بيتفرز بس لما بنعمل حاجة احنا بنحبها، لا ده كمان بيتفرز لما بنتوقع ان احنا هنعمل حاجة او هنتكافئ على حاجة احنا بنحبها. وطبعا كل ما الدوبامين يزيد بتبقى عايز من الحاجة دي اكتر. بس خليك فاكر ان توقعنا للمكافأة هو اللي بيخلينا نبقى عايزين نعمل العادة أصلا من قبل ما نعملها. وده برضو اللي بيحصل في دماغك، لأنك لما بتتوقع المكافأة الدوبامين بيعلى قوي في دماغك. هتلاقي في صفحة 127 في كتاب العادات الذرية 4 أشكال للدوبامين والعادات، وضحت لك إن الرغبة هي اللي بتحركنا عشان تفهمك إحنا داخلين على إيه. طب يعني أنا عرفت كل حاجة عن الدوبامين، أنا عايز حاجة بقى استفاد أنا منها لنفسي. قال لك إن في حاجة اسمها تجميع المغريات، يعني بالمختصر كده إنك عايز تربط حاجة أنت بتحب تعملها بحاجة أنت عايز تعملها. يعني ممكن لو أنت بتتدرب، ممكن بدل ما تسمع أغاني ممكن تسمع قرآن، ممكن تسمع بودكاست، ممكن تسمع حلقة شرح كتب مثلا زي انك تسمعني دلوقتي، او ممكن تسمع اي حد تاني بس يكون حاجه مفيده. وممكن تعكسها كمان بحيث ان انت تشوف، طب انت مثلا نفسك تتدرب بس انت ما بتتدربش، شوف مثلا حلقه لحد مثلا انت بتتابعه مثلا بينزلها لحد او الاثنين، ما تشوفش الحلقه او ما تسمعهاش غير وانت بتتدرب. فانت خلاص بدات تخلق حاجه عند دماغك ان انت بتعمل حاجه انت بتحبها مع حاجة انت عايزها. الاتنين ما عادوش هيتعملوا لوحدهم، كل واحد لازم يتعامل مع التاني. هتلاقي ان دماغك عايز تشوف الحلقة بتاعت مثلا الكونتنت اللي انت عايز تشوفه، او تشوفني مثلا، او تشوف غيري، او تشوف حاجة مثلا نفسك فيها او كنت مستنيها او الكلام ده كله. بقيت انت رابط حاجة انت عايز توصل لها بحاجة انت اصلا بتحبها. ويا سلام بقى لو عملت تكديس العادات مع تجميع المغريات، بحيث ان انت تعمل عادة هي العادة اللي انت بتحبها تكون اشارة لعادة انت عايز تعملها تاني، بحيث ان انت مثلا بتعمل عادتين كويسين عايز تعمل عادة كمان تربطهم الثلاثة ببعض. يعني مثلا ان انت عايز تذاكر لك يا عم ساعتين الساعة 12 بالليل كده، تاخد لك ساعتين ومخلص مذاكرة العادة الاولى، تقوم رايح جايب اكل العاده التانية، في وسط ما انت بتاكل او لسه هتبدا تاكل قوم مشغل حلقه من المسلسل بتاعك. بقى عندك عاده اولى اللي هي المذاكره، خلصتها، انت عارف انك لما هتخلصها هتاكل فانت هتتكافئ، فلما خلصت الاكل هتتكافئ، او وانت بتاكل ذات نفسه هتتكافئ بالمسلسل كمان، فربطت الثلاثه مع بعض. طب هو الدوبامين بس اللي بيأثر علينا؟ هو الحقيقه انه لا، انت اصحابك وعيلتك كمان بيأثروا عليك. وعلى سبيل المثال ان انت لو في بيت الاب والام دكاتره، فهتلاقي انك ميال اكتر للمجال الطبي، وبتبدأ تجتهد علشان تبقى طبعا زيهم يعني في يوم من الايام، يعني ربنا يبارك لك. وممكن تكون بتحب الشطرنج علشان اهلك، زي اللي عمله لازو بوليجار مع بناته. هو كان مقتنع بفكره ان العبقري لا يولد وانما يعلم ويدرب، وهو من كتر ما هو مؤمن بالفكره دي جدا هو فعلا طبقها على بناته. كان بيدربهم من صغرهم على الشطرنج، وحرفيا كل حاجه حواليهم هي شطرنج، زي فكره ان انت تكون مهووس بالكوره، هم كانوا مهووسين بالشطرنج. ومجرد ما خلاص بقى كل حاجه بقت حواليهم شطرنج، هو خلاص الشطرنج بقى احلى حاجه في حياتهم، بقى من كل حاجه بيشوفوها شطرنج. احنا بنحب الشطرنج وبقى بالنسبه لنا حاجه عاليه قوي، لان دي حاجه انا بسمع عنها بشوفها كل يوم، اهلي بيكافئوني عليها، وانا كمان بحبها وبتدرب عليها كل يوم. يعني هي حرفيا بقت حياتي. وده نوعا ما بيوريك ان احنا بنخاف ما نبقاش في مجموعة. يعني هم لو كان البيت ده في جزء منهم حد مثلا طلع ان هو بيحب الكوره وهو البيت كله بتاع شطرنج، هتحس ان هو منبوذ شويه. كان في جمله بتقول لك الذئب الوحيد يموت لكن القطيع يظل حيا، يعني من الاخر عايزين كلنا نبقى زي بعض. تشارلز داروين قال لك في التاريخ الطويل للبشرية أولئك الذين تعلموا التعاون والارتجال بأكثر الطرق فعالية هم من سادوا. هو بصراحة عنده حق، يعني أنت لو انعزلت انعزال شبه كامل الموضوع ده بيأثر نفسيا زفت يعني. وتقريبا أنا يعني اكتر حد مجرب الحوار ده. وفي الحقيقه انت ما بتبقاش عايز تنعزل، بس يعني لو عايزين نوضح الموضوع ده اكتر، كان الدكتور العراب طبعا احمد خالد توفيق كان قال لك جمله كده، قال لك ان اعتقد ان شقاء الانسان ينبع من مجالسته لمن لا يفهمه بل ويسيء فهمه باستمرار. ان شقاء الانسان لا ينبع من كونه لا يجد صحبه بل من كونه لا يجد الصحبه المناسبه. ولذا فان وجود شخص يستطيع ان يخبره بما يقول في داخله بدون ان يسيء فهمك هي أعظم نعمة ممكن أن تحصل عليها. وإحنا لما نيجي نقلد مجاميع أو بنقلد ناس معينة بنقلد 3 مجاميع بس، القريبين مننا والأكتر مننا والأقوى مننا. فتلاقي إنك بتقلد أبوك ومامتك وهما بيتخانقوا مع إنك أصلا مش ده.
ولا عايز تكون كده. ولو كانت مراتك موسوسه في حوار الغاز، هتلاقي ان انت بعد فتره ما عدتش بتقدر تنزل من غير ما تبص على الغاز قبل ما تنزل. وكل ما الشخص ده بقى قريب ليك وانت بدات تحبه اكتر، هتلاقي انك بتلقط منه تصرفات وكلام وحاجات كتير فعلا انت من غير ما تاخد بالك، وبتوصل لمرحله ان انت بدات تفهم احساسه ووجهه نظره عن الحاجه، وبقيت بتدافع فعلا عنها زيه. وفي نفس الوقت لو انت كل اصحابك تخان، فانت نسبه انك تكون تخين اكتر من البني ادم الطبيعي ب 57%. طب تعالى بس نحل لك المشكله دي شويه. انت عشان تحل اللي عندك ده محتاج طريقه من اتنين: انك تعمل كل اللي حواليك بيعملوه. فانت مثلا لو انت بتحب الكتب، فانت دور على ناس كلهم بيحبوا الكتب، فتلاقيك مثلا ولا حاجه ان انت اتجبرت انك تروح مثلا معرض الكتاب، او رحت معاهم بارادتك او كده. اول ما بتخش انت بتحس باحساس عمرك ما هتحسه في اي مكتبه في اي مكان. مبدئيا ان انت رايح مع صحابك، رايح مكان حرفيا هو كل ما لذ وطب من الكتب والافكار والفلسفات ووجهات النظر وحياه الناس وارواحهم وكتاباتهم. وفي ناس ماتت وهي بتكتب الكلام ده، وفي ناس اصلا اتكتب لها عمر جديد بسبب انها قرت جمله او سمعتك او عملت اي حاجه، والكلام ده كله متوثق في كتب وعلى ورق. او انك تروح في مكان هو كل الناس هي بتعمل الحاجه دي. يعني ما انا صح، انت في الاول رحت مع صحابك او شفت صحابك اللي هم بيحبوا الكتب ورحت معاهم، لكن انت دلوقتي لا، انت هتروح ترمي نفسك في وسط ناس مثلا جيم، تمرين كوره، الكلام ده كله. شويه شويه هتبدا تتصاحب عليهم، شويه شويه هيبقى في صداقه، شويه شويه هتبدا تحس ان انت لا، ما هو ما ينفعش، اصل مازن مستنيني، يوسف مستنيني، علاء انا قايل ان انا نازل الساعه 6 ما ينفعش انزل له 7 والله. فبقى عندك التزامات وبقى عندك ناس انت فعلا لازم تكون قد كلمتك قدامهم. واسيب لك المعلومتين التانيين تقراهم انت من الكتاب بنفسك. وخلينا نخش دلوقتي ان ازاي تخلي العاده سهله، ودي بثلاث نقط. اول حاجه انك تمشي ببطء احسن 100 مره من انك ما تتحركش. عشان انا عارف فخ المثاليه والبرفكشنزم اللي بيبقى ضارب فينا ده، بنبقى عايزين كل حاجه بيرفكت من اول مره. واحد اسباب ان الفيديو ده ما نزلش مثلا من قيمه سنه على الاقل هو البرفكشنزم، مع ان انا النهارده بدغدغه. ولو يعني مش مدرك قد ايه البرفكشنزم صعب، ففي دكتور في قسم تصوير في امريكا كان جاب مجموعتين. جاب المجموعه الاولى وقال لهم بصوا انتوا هتصوروا 100 صوره، وانا هحاسبكم على كميه الصور الكويسه في ال 100 صوره. ومجموعه تانية قال لهم بصوا انا عايزكم تصوروا لي صوره واحده بس، وهتاخدوا درجتكم كامله عليها، بس لازم تكون الصوره دي احلى من احلى واحده من ال100 التانيين. والفكره هنا انه بعد فتره لما خلص الترم، يعني هو المفروض ان انت قايل لمجموعتين، مجموعه تجيب لي 100 صوره، مجموعه تجيب لي صوره واحده، اكيد هتلاقي اللي جايب لك صوره واحده دي حاجه حلوه قوي. لا، ان والله ان المجموعه اللي فيها 100 صوره كل واحد مثلا عامل لي بتاع 15 20 صوره حلوين قوي، طب التانيين الصوره عره مش حلوه اساسا. فلقينا ان الموضوع ما بقاش فكرة ان انت بس انت عايز تحنتف في الحاجة، لا، انت في حاجات كتير بتكتسبها بانك على طول تواظب ولو بنسبة قليلة. فتلاقي ان المجموعة الاولى كان معاها 100 صورة، كان معاها امكانية اكبر انها تتحسن مرة عن مرة عن مرة عن مرة، لان هم فضلوا يجربوا 100 مرة. يا عم انا حتى لو كروت 10 كروت 15 كروت 30 كروت 70، في 30 واحدة انا جربتهم وحاولت ان انا اطلعهم بشكل نظيف، اكيد اكتر بكتير من فرقه او مجموعه هي كل اللي بتدور عليه انها تطلع لي صوره بس واحده عشان تنجح، ويا تنجح يا تسقط. فكانت المشكله عندهم في ان المجموعه التانيه هي حرفيا من كتر الحنتفه وفكره ان لا والله كده كده احسن، لا والله صورها لي كده احسن، لا اصل الغروب راح مني، لا اصل الشروق راح مني، اصل المعزه دي جرت، لا اصل الغزاله دي عضت مثلا الخيش اللي هناك ده مش فاهم اصلا ايه اللي جايبها في مصر او الكلام ده كله او في امريكا. الكلام ده كله بدأوا يطلع لك القطط الفطسانة في الموضوع علشان يضيعوا وقت، وبدأوا يتلككوا علشان هم بقوا مقتنعين ان لازم اطلع الحاجة من اول مرة، يعني لا تشوبها شائبة. بمعنى صح بدأوا يركزوا على التخطيط اكتر من التنفيذ. ويعني نوعا ما انت بتبدأ تفهم على الاقل من القصة دي او من حاجات انت عشتها ان التخطيط الاوفر ملوش لازمة لو انت مش هتنفذ حاجة. طب نسأل نفسنا سؤال: طب احنا لو عارفين ان التخطيط لوحده مش هيحركنا، احنا ليه بنعمله؟ بص، هو انت علشان بس يكون الدنيا ممكن تكون دخلت في بعضها شويه، هو احنا بنحتاج خطه، بس ما بنحتاجش نضيع وقتنا كله على الخطه، لان احنا بنوصل لمرحله ان احنا بقينا بنعمل الخطه وبنحس ان احنا انجزنا لمجرد ان احنا عملنا الخطه. الخطه لوحدها ملهاش لازمه لو مش هتنفذها، لان انت لما بتعمل خطه معلش انت ما نفذتش حاجه لسه، فمفيش حد هيمسك لك السكينه، مفيش حد هيقول لك والله انت شغلك ده زفت، مفيش حد هيقول لك ان انت نيلت الدنيا، انت والله يعني مفيش حاجه تحاسبوني عليها اصلا حرفيا.
فانتوا هتنتقدوني على ايه؟ لا، انا بدافع عن نفسي، حاطط حاجز ان والله لما حد هيكلمني انا بخطط 12 شهر، بخطط 13 فيهم ولا حاجه، من كتر ما انا حاسس ان انا ايه، لازم اطلع الحاجه يعني بيرفكت، لان انا ما ينفعش اغلط. والفكره انك مفروض على الاقل تفهم انك بتأجل الوقت اللي بتفشل فيه مش اكتر. لو فشلت بدري شويه على الاقل كان ممكن يكون عندك فرصه لحاجه تانية. لان فعلا عشان تبقى متمكن من حاجه محتاج انك تبدا وتكرر، مش انك تقعد تحنتف، لان المثاليه عمرك ما هتوصل لها، عمرك ما هتوصل لها. كل مدى انك توصل لحاجه ممكن تعلي عليها. طب يعني سؤال دارج كده، كان دايما بيتقال لك والله ايه الوقت اللي احنا هنحتاجه عشان نعمل عاده جديده؟ يعني انت كل ما بتكرر العاده عقلك بيبدا يعمل وصلات عصبيه بتخلي العاده احسن واقوى وثابته اكتر. بس انت لو سالت صاحبك هتلاقيه عطاك نظره وقال لك 21 يوم. يا ابني انت جبت الكلام ده منين؟ اسمع مني، 21 يوم وما ترجعش ورايا. هو 21 يوم ده رقم نسبي، ده مفيش حاجه بتقول ان هم 21 يوم خالص. ممكن يكون في كلام بس انت معلش، انت كررت الحاجه دي في ال 21 يوم كام مره؟ ما انت 21 يوم ممكن تكررها مرتين، 3 مرات، 4 مرات، هتكررها كام مره؟ هي الفكره في عدد التكرارات وفي المده. لازم يكون على مده كبيره وعدد تكرارات كتير. ولو عملت عاده وقعدت فتره مثلا بعيد عنها، هي كل مدى بتضعف وصلاتها العصبيه في دماغك. فلما حد بيبطل عاده او كده، هو بيقعد فتره في الاول بيعافر شويه، لان انت وصلات العصبيه جامده عندك دلوقتي، فمحتاجه نهمدها شويه. فتلاقي ان في حاجات انت مثلا كررتها كتير قوي في وقت قليل وبعدين سبتها، فدي باظت خلاص. دي ما يعني ممكن ترجع لها، بس الموضوع هيبقى صعب شويه. وفي حاجات انت مثلا بتعملها كل يومين، بس مثلا بقالك 10 سنين مثلا ولا حاجه بتعملها كل يومين، فاللي هو طب ايه يا اسطى؟ ما يعني كل السنين دي ما عرفتش تعمل حاجه كويسه. ولو هنتكلم شويه كده، نتكلمك بس ايه، نفكرك بمجموعه الصور. يعني كنا بنقول برضو ان ايه، مجموعه جربت كتير ومجموعه يعني خافت توسخ ايدها. ومن هنا بنبدا نتكلم شويه عن فكره ان التكرار مهم جدا لغايه ما توصل لحاجه اسمها الاوتوماتيكيه، وهي انك تكرر الحاجه من غير وعي، حرفيا انك بتعملها من غير مجهود. وهنا لازم بتوصل لمرحله ان العقل اللاواعي هو اللي بيعملها. ولو انت ما وصلتش للمرحله دي فانت مش هتكسب العاده اساسا حرفيا. ما تقوليش بقى 21 يوم ولا حتى 300، لانك ممكن في ال 300 يوم ده مثلا اعمل عاده مرتين، وحد تاني مثلا في ال 20 يوم ولا ال 21 يوم عملها 40 50 60 70 80 مره. اترسخت اكتر في مده اقل. لو سبتها بعد فتره هتضعف برضه، بس المعنى اصح ان اكيد انك تعملها عدد كتير في وقت قليل احسن 100 مره من انك تعملها يعني مره كل 150 يوم 200 يوم. دي مش عاده اساسا، انت كده انت كده بتزغزغ دماغك. في منحنيين في صفحتين 166 و 167، يبقى روح بص عليهم هيشرحوا لك الموضوع كده ببساطه يعني. طب هو انت مش لما هتعمل العاده دي في مجهود كبير هيتبذل؟ علشان كده هنرجع لنقطه كده، ان عقلك بيحب قانون الجهد الاقل. احنا اي حاجه بنعملها اكتر دافع ممكن نوصل له بعيدا عن الدوبامين يعني الكسل، واكتر حاجه مريحه بالنسبه لنا وسهله علينا بنعملها. وبعيدا عن كتب اليومين دول، بس دي خطه في منتهى الذكاء، انك تخلي الحاجه سهله جدا لدرجه ان هي يعني بتعملها بضغطه زرار. يا لهوي، ده انت وفرت عليا اغلب الكتاب اساسا. اصل انا اي حاجه هعملها هتاخد مني طاقه مجهود وتفكير وبتاع مش هعملها اساسا، ناقص وجع دماغ. حتى لو قعدت تحفز نفسك ويلا وعاش ويلا الوحش وبتاع، يومين 3 وهتفيص، لانك تعبت قوي في فتره قليله. يعني لو انت مثلا قاعد في البيت هتلاقي، شوف انت اكتر حاجه بتعملها ايه، وهتلاقي دي اسهل حاجه، وغالبا هتكون ماسكه التليفون. هتيجي تقول لي طب انت تفسر بايه ان في ناس برضو بس بيتسلقوا الجبال وبيعملوا حاجات صعبه جدا؟ يعني الموضوع ده ايه نظامه؟ بص، هو انت ممكن تبقى عامل زيهم عادي، بس انت بتيجي في الايام الصعبه وبتهبط شويتين 3، لانك في الايام الصعبه لازم يكون عندك عوامل كتير قوي جنبك علشان تقدر تكمل. والفكره ان احنا بنسهل العاده مش معنى كده ان احنا بنمسك الحاجات الصعبه ونرميها في الزباله ما نعملش بيها حاجه او ما نعملهاش. لا، الفكره هنا ان انا عايز اعمل حاجه تخلي ان العاده الصعبه جدا قوي عليا دي هي سهله جدا، علشان اقدر اواظب عليها فتره كبيره، فاقدر اشوف منها فعلا نتيجه بس على المدى البعيد، لان مفيش حاجه هتاخد منها مدى قريب الا لو فيها مصيبه. طب انا ازاي احقق اكتر بمجهود اقل؟ تخيل انك في ايدك خرطوم وقاعد بترش الزرع، بس انت تاني من النص، فهتلاقي ان الميه اصلا اللي بتطلع تحس ان الخرطوم بيموت. هل ده معناه ان كل الميه اللي بتطلع اصلا من المصدر للحنفيه او للخرطوم انت قادر تستفيد بيها؟ اكيد انه لا. وانت عندك حل من الاتنين في الحاله دي،
انك يا تزود ضغط الميه من الاساس اساسا، يا اما تشيل ايدك من على التانية. والتانية هنا معناها انك تقلل الصعوبات انك تعمل اي عاده، اذا كانت في اوضتك، اذا كانت في البيت، اذا كانت في شغلك، اذا كانت في كليتك او في مدرستك او الكلام ده كله. اصل مش هتقول لي مثلا ان انت عايز تبقى كاتب وانت اصلا مش عارف اقلامك فين، ولا انك تقول لي مثلا ان انت عايز تخس وانت بتتعشى 3 مرات. قلل المشاكل اللي بتعطلك علشان تعمل مجهود اقل في انك تكسب عاده جديده. يعني لو رتبت مكتبك ان في اي وقت ممكن تشتغل، اكيد انك تدخل في بدايه الشغل اسهل بكتير من ان كل مره تلاقي مكتبك متكركب ومتبهدل ويعني كل حاجه عليه. لو هتيجي مثلا تبص على شركات الاكل، هتلاقي ان الموضوع كان صعب شويه ان انت تتصرف مع الحاجه. كان مثلا يتعمل لك منيو، فالمنيو موجود في المحل مش موجود معانا دلوقتي، فتضطر تنزل تجيبه. لا دلوقتي مثلا عملوه على الصفحه، لا شويه بقى معمول على كيو ار كود، لا شويه مثلا ايه بقى على برنامج. هم قاعدين يسهلوا عليك العمليه. من الاخر خلي البيئه بتاعتك انها تساعدك انك تعمل الحاجات الصح، وعقد على نفسك الحاجات الصعبه. ولو عايز تزود مثلا كمان على كده، لا ده انت محتاج ان انت مثلا ايه تخلي نهايه شغلك حاجه تانية مثلا تطورك اكتر. مثلا والله انا في المكان ده كنت بقرا كتب، فالكتاب بعد ما اخلصه اقوم حاطط الكتاب اللي بعده، فبقى خلاص بقى عندي حاجه انا قادر تبقى زي لوب كده مش هتتكسر الا لو حصل ظرف. يعني جينا للبعبع بتاعنا، التسويف. انت هتقول لي ما انا هكسل، يعني ما انا طول عمري عارف ان الحاجه دي هتفيدني ومع ذلك ما بعملهاش يعني. ولو قلت لك ان اصلا يومك تقريبا كله متبرمج بالعادات، حرفيا مفيش حاجه تقريبا الا حاجات قليله جدا ما بتعملهاش بشكل تلقائي، وكل حاجه انت بتعملها هي موجب يا سالب. ويومك بنعرف هو كويس ولا وحش من كميه الاختيارات اللي انت هتعملها، اذا كانت كويسه ولا زفت. بس انت قدام نفسك حاسس ان انت مسيطر، بس على ارض الواقع انت في اختيارات كتير قوي انت حجمت نفسك بيها من غير ما بتاخد بالك اساسا. لانك كل حاجه هي عامله زي فيلم بلاك ميرور. انت كل ما هتاخد اتجاه هيفتح لك فرعين، كل فرع هو فيه فرعين. فانت اول اختيار هو الاساس. مثلا صحيت مسكت التليفون ضيعت ساعه، ساعتين، 3 ساعات، بعدها فبدأت تشوف مثلا حاجة تانية، ضيعت مثلا ايه فطرت متأخر، فتأخرت على كليتك أو اتأخرت على شغلك فاتخصم لك، فالفلوس اللي انت كنت هتجيب بيها الجمعية راحت منك، وهكذا بقى. انت قاعد في متاهات كلهم مترتبين على بعض. طب انا عرفت كل ده، احل مشكلة التسويف ازاي؟ بقاعدة الدقيقتين. بمعنى انك تعمل صورة مصغرة من العادة اللي انت عايز تثبت عليها دي في دقيقتين. يعني والله انا مثلا عايز اواظب على اني اكتب، انا هكتب لمدة دقيقتين. عايز اقرا، هقرا لمدة دقيقتين. هرسم لمدة دقيقتين. هلعب، لا بلاش حوار اللعب ده، مثلا ان انت تقلل التليفون او تعمل الحاجات دي كده، ان انت تقعد مثلا تقعد تفكر لوحدك. هقعد مثلا افكر لمدة دقيقتين 3 دقايق من غير صوت من غير دوشة من غير اي حاجة. لان اي عاده هتلاقي ان انت ممكن عايز توصل لها او ان انت تكسبها، هتلاقي ان انت ممكن تصغرها لدرجه انك تعملها في دقيقتين. ولو قلت لي لا هقول لك لا هتلاقي، بس انت برضو اللي مش عايز تحاول. لان بمنتهى البساطه انت هتستخسر بعد فتره الدقيقتين ان انت تعملهم دقيقتين بس انت هتلاقي ان انت تقول والله طب ما انا عارف ان انا هستعبط على نفسي، وانا مدرك ان انا بستعبط وهعمل الدقيقتين. ففي الاول خليك فعلا ملتزم بالدقيقتين. نيجي بقى لرابع نقطة رئيسية، ازاي اخلي العادة مشبعة، ازاي اخلي الحاجة دي حلوة بالنسبة لي. جيمس كلير ذكر قصة كده، كان قال لك ان في ست هو كان عندها قريب نرجسي بس مجننها. هي حاولت تقلل الكلام معاه وتقلل الوقت وبتاع، وبعدين بدأت ايه ترد عليه بتناحة، تغتت عليه، تضايقه، ما تهتمش باللي هو بيقوله، تطنشه. فهو بعد فترة بدأ يحس ان إيه، لا انت مش شخص كويس، اللي هو زي ما عدتش حابك. ودي الفكره بالظبط، احنا بنكرر السلوك اللي احنا بنتكافئ عليه وبنبعد عن اي حاجه بنتعاقب منها عقوبه فوريه. طب انا لو بدور على حاجه هي فعلا مكافئتها متاجله، بس انا دماغي هي مركزه على المكافاه الفوريه، طب انا اعمل ايه؟ بص احنا بقينا عايشين في بيئه العلم بيسميها بيئه العائد الفوري، لان كل حاجه بقينا بنعملها دلوقتي تقريبا علشان ناخد الدوبامين الرخيص. طب هو مفيش حاجه تخليني ابقى قاعد في بيئه العائد المؤجل، البيئه اللي هي بتخليني اكسب حاجات على المدى بعيد، حاجه كويسه، فلوس بقى، اي حاجه، يعني ينوبنا من الحظ جانب ولا ينوبنا من الحب جانب، ينوبنا اي حاجه منهم. هو ممكن، بس تعالى نسال نفسنا سؤال، هو ليه ممكن حد يدخن سجاير وهو عارف انها بتجيب سرطان؟ او ليه حد ممكن يكون شاره للسكريات والحلويات وهو عارف ان بسبب ده ممكن يجيله سكر بعدين؟ علشان العادات الوحشة مسكناتها فورية لكن مشاكلها متأجلة، وده عكس الحاجات الكويسة. كان في اقتصادي اسمه فريدريك باستيا قال لك بشكل دائم تقريبا عندما تكون النتيجة فورية ممتعة تكون التبعات اللاحقة كارثية.
والعكس برضه. وعادة كل ما كانت الثمرة الأولى لإحدى العادات حلوة المذاق تكون الثمرة اللاحقة مرة. بمعنى انك بتدفع ثمن العادات الكويسه فوري، لكن العادات الوحشه بعدين. فاحنا بنكبر دماغنا بنبقى عايزين الحاجات اللي بعدين دي، اللي هو إيه احييني النهارده وموتني بكره. وكل ما تحس ان الحاجه بتديك متعه فوريه اكتر شك فيها، لان الحاجه دي هتبهدلك على المستوى البعيد. احنا الحاجه اللي بنكافئ عليها في لحظتها بنكررها، والحاجه اللي لا ما بنكررهاش. طب انا عايز اوصل لحاجه ليها علاقه بالعائد المؤجل اللي هي ما بتجيبليش حاجه فوريه. طب نعملها ازاي؟ بص، هو احنا هنحورها شويه. مش انت عايز تشبع دلوقتي؟ لانك لو شبعت هتكمل وهتواظب وهتكرر العاده. فاحنا نعمل حاجه بسيطه، انك بعد كل عاده كويسه حتى لو بنسبه قليله كافئ نفسك فورا، بحيث ان يتربط في دماغك ان انت والله بعد ما هتقرا 30 صفحه من الكتاب هتنزل تخرج مع صحابك. بقى مربوط ان انت لازم تقرا ال 30 صفحه عشان تنزل تخرج مع صحابك كمكافاه، بتخرج الطاقة اللي جواك. وفي نفس الوقت يعني دايما كان بيبقى في اتجاه ان هو واحد قصاد واحد. لا، انت في الحالة دي انت 2 قصاد واحد، لانك هتكسب دلوقتي وهتكسب على المدى البعيد، بس لو واظبت طبعا. وطبعا لازم المكافأة تكون حاجة تبسطك، مش حاجة تضيع مجهودك. يعني ما تبقاش بقالك اسبوع مثلا ولا حاجة موظف في الجيم وتقوم خابط لي بار شوكولاتة كده كبير وتقول لي اصلا انا كان نفسي فيه. يعني نفسك فيه ايه يا اسطى؟ بوظت الدنيا. طب انا عملت كل ده وبرضه حاسس في حاجه غلط. في الوقت ده بننتقل لحاجه تانية اسمها تعقب العادات. وعلشان تفهمها اكتر، كان في واحد اسمه ترينت كان شغال في شركه، كان كل يوم هو زي كول سنتر يعني وكده، كان عنده زي علبه جواها دبابيس. كان كل ما يخلص مكالمه ياخد دبوس ويحطه في العلبه التانية الفاضيه. فضل يعمل كده مستني الدبابيس كلها تخلص. كل يوم بقى بيجي بيعمل كده، بس هو بيتكلم ومركز مع الدبابيس، يخلص المكالمة يحط الدبوس في العلبة التانية. وطب هما كانوا كام دبوس؟ كانوا 120 دبوس. بيخلص 120 مكالمة عملاء في اليوم. الدبوس في الحالة دي كانت هي المكافأة الفورية اللي هو بيقدر يحس بيها أو يلاحظها بعينه، إن هي اتحرك ولو بنسبة، ان هو عمل حاجة. احنا دايما بنحب نحس ان احنا عملنا حاجة، وبنحب ان احنا نشوفها بعيننا. يعني بمعنى اصح، لما تلاقي نفسك في حاجة قصادك بتبين لك قد ايه ان انت اتطورت، اكيد مش هتبوظ كل اللي انت عملته. مثلا ما تبقاش مثلا بقالك 200 يوم مواظب على حاجة، ويعني علشان شوية هزار ولا ضحك ولا بتاع تقوم مبوظ كل اللي عملته. بس بص، في حالات كده بيحصل ان انت بيجي لك لحظة اهمال او هتبوظ اليوم. بس يعني الحالة دي حتى لو جات لك حاول ما تبوظهاش يومين ورا بعض، لان انت لو وقعت مرة فدي شنكلة رجل، لكن لو عملتها مرة كمان فانت كده بتستعبط وبدأت عادة جديدة، وانا كده هرقع بالصوت وهسيبك تولع بقى. انت فكرة تعقب العادات يعني بتبان اكتر في انك تعمل ايه، انك تعمل جدول وتكتب مثلا ان احنا عندنا 30 يوم 4 اسابيع، مثلا هتعمل الحاجة الفلانية دي يوم الحد او يوم الحد والاثنين مثلا من كل اسبوع. خلصتها الحد تعمل صح، خلصتها الاثنين تعمل صح. فانت مثلا عندك كام حد وكام اتنين؟ الاثنين مع بعض مثلا 8 في الاسبوع، 8 في الشهر. فبعد ما هتعمل كده هتعمل ايه؟ مثلا والله 8 ايام عملتهم كلهم صح. انت بتكافئ نفسك اصلا كده كده بشكل فوري كل مره، فانت ال8 خلصتهم صح. اعمل مكافأة شهرية كمان، بقى عندك مكافأة فورية ومكافأة شهرية. حد بيتكافئ مرتين على نفس الحاجة، يعني مين مش هيواظب على الكلام ده؟ وزي ما قلت لك انت حاول ما تقعش مرتين ورا بعض. يعني انت لو وقعت لحد ما تقعش حد واتنين. يعني بمعنى صح ايه، انت مجرد ما هتعمل 2 غلط ورا بعض فانت هتبدا لوب جديده هي كلها غلط، فاحنا مش عايزين كده طبعا يعني. والتعقب ده بيخليك تركز على العمليه اكتر من النتيجه، اللي هو انا النهارده خلصت شغل النهارده، مش قاعد ابص على اخر الشهر هيحصل ايه. انا بخلص الشغل اليوم بيومه. بس هي المشكله ان الحوار ده صعب شويه على الناس، وبعض الناس يعني الموضوع صعب عليهم، لان انت كده بتواظب على عادتين في نفس الوقت. العاده الاولى ان انت تعمل الحاجه اساسا، والعاده التانية ان انت تعمل الصح على الورقه او تعملها على البرنامج او اي حاجه عندك على سبوره مثلا او الكلام ده كله. وفي نفس الوقت الناس بقى ساعتها بتبدا تجري ورا مليون حاجه في نفس الوقت وتقول لك انا شوف انا هغير حياتي ناو. لا، ما هو بص، انت لو هتغير عاده بالكتير قوي، عادتين بالكتير قوي في نفس الفتره. ممكن اكتر ممكن اقل، بس ده على حسب استيعاب الشخص. المضمون عاده او عادتين. لكن ما تقوليش انا هبص انا هغير 10 عادات في الشهر، تمام، ويعني هعمل الجلو اب دلوقتي وهتلاقوا بص عضلات في فكي. مفيش عندهم هيجيلك فتق
تمام، وهتقعد في السرير مفيش، ما عدناش هنشوفك اخر السنه. وبرضه احنا ممكن نقع تاني يعني وكده. فانا زي ما قلت لك برضه اتاكد من انك ما تقعش مرتين ورا بعض، لان احنا بنوصل لمرحله اما بنقع مرتين ورا بعض او 3 4 مرات ورا بعض بنقول ايه، يا كل حاجه يا ولا حاجه. ودي كارثه طبعا، لان في حاجات كتير احنا بنفكر انك لو ما عملتهاش بيرفكت ما ينفعش تطلع على النور. طب كل اللي انا قلته لك ده واحنا بنحاول ان احنا نكسب او نعمل عاده جديده كويسه يعني، طب انا ازاي اخسر عاده مطلع عيني؟ بص للامانه هما فيهم كام نقطه تمام، بس يعني هو مش كلهم انا مقتنع بيهم. فانا كده كده هيبقى في حلقه ليها علاقه بان انتقد الكتاب تمام، وهتكلم على حاجات فعلا على ارض الواقع انا استعملتها وغيرت لي حاجات كتير وضيعت مني، يعني زي ايه، ضيعت عادات كتير فعلا كانت وحشه بالنسبه لي وبدات اقلل الموضوع ده كتير. يعني قال لك اول حاجه هي سر ضبط النفس. الناس عندها هسس ان اي حد ما بيعملش حاجه وحشه هو ده عارف يضبط نفسه، ان هو يعرف يظبط نفسه، عارف يعني يعمل كل حاجة بيرفكت والدنيا تمام. بس اللي هم مش عارفين ان الموضوع مش كده اساسا. بمعنى صح انت بتبقى شايفهم ان هم قادرين يمسكوا نفسهم في وسط الاغراءات، لا هم الناس دي بتجري اصلا من الاغراءات، بيقطعوا اي سبل، فبيخلوا ان الموضوع اسهل ان هم يبعدوا عن الحاجة. ولو بعد مرة في اتنين في تلاتة في اربعة على مدد كتير او على فترات كتير وكرر الموضوع ده فترات كتير، خلاص هو اتعود اصلا، ما عادش بقى محتاج اللي هو كان بيهرب منه في الاول. لكن انا لو كل مره والله هروح للحاجه واقول بص انا هواجهها دلوقتي وهكسب، بص مفيش مره هتكسب فيها، ممكن تكسب مره مرتين وانا ابقى كارمك، المره الثالثه هتقع على جدور رقبتك مش هنعرف نجيبك وهتنتكس انتكاسه صعبه جدا. طب احنا خلصنا اول نقطه وقلنا ان والله ممكن تنفع ممكن لا، طب نخش على النقطة اللي بعدها. قالك انك تدور على الحاجات اللي بتبوظ اصلا يومك او بتديك عادات وحشة وتبدأ تصلحها او تحور فيها. زي انك مفكر مثلا ان السجاير دي حاجة هتعدلك مودك وهتخليك في الروقان والكلام ده كله، بس يا اسطى على ارض الواقع انت بتبهدل جسمك وبتبهدل اعصابك اللي انت اصلا بتشرب السجاير على انك مفكر انك بتعالجها بيها او بتهديها بيها، انت بتبوظ اعصابك حضرتك. ومش لازم الطريقه اللي طلعت لقيت صاحبك او ابوك او حد من عيلتك بيحل بيها حاجه معينه تكون ده الحل الصح. والفكره انك ساعتها بتبدا تشوف انك والله ناقصك حاجه مع انك مش ناقصك اي حاجه اصلا. طب انا عرفتها خلاص، ازاي ابرمج عقلي انها تستقبل عادات صعبه؟ قال لك لازم تبدا تشوف وجهه نظر مختلفه. مثلا لو عندك مشوار الساعه 5 الصبح فانت صحيت، طب ما اصلا الحمد لله ان انت صحيت اصلا، يعني بمعنى صح في وسط ما هو بيتكلم يقول لك ان انت اربط عاداتك دي بحاجات كويسه انت بتحبها قبلها وبعدها، بحيث ان انت ايه، ان انت تقدر تتغلب على العاده دي. ان انت ايه، العاده الاولانيه كانت كويسه، العاده الثالثه كويسه، فالعاده اللي كانت مثلا في النص دي وحشه بتبدا تحور فيها او تبوظ فيها وتدخل سياقات عادات كتير في نفس اللحظه او في نفس الوقت ده، فتبدا ان انت تلغي اصلا العاده القديمه. هي مش بتتلغى بس يعني ايه، تردم عليها التراب، يعني تخبيها تحطها تحت السجاده. قال لك بقى تالت نقطه انك ازاي تعمل العادات الكويسه وتخلي ان العادات الوحشه عمرها ما تحصل. لو حد في ثانويه عامه دلوقتي مثلا او ثالثه ثانوي والامتحانات بتاعتكم خلصت الحمد لله دلوقتي، فكان في الادب في شاعر كده مش فاكر كان اديب ولا حاجه كان اسمه فيكتور هوجو. فيكتور هوجو مره زنق نفسه في كتاب ان هو كان المفروض يسلمه في مده قليله جدا، ولقى ان هو قاعد زيك زينا كده اللي هو قاعد يضيع وقت وبتاع، واللي هو يا اسطى انت المفروض واخد فلوس وما ينفعش تزنق نفسك الزنقه الزفت دي. قام مخلي واحد من الخدم والناس اللي شغالين معاه خدوا هدومه كلها وقاموا حاطينها في دولاب وسكين عليهم والمفتاح معاهم وما قالوش ان هو ياخدهم اساسا، وما كانش لابس غير هو شال، والشال ده عشان كان معفن ما كانش بيخرج من الاحراج، وده خلاه يعني مرمي على الكتابه ومندمج جدا لغايه فعلا ما خلص الكتاب في المده اللي هم محددينها وممكن تقريبا بدري كمان عنها. وده بيورينا انك مش لازم عشان تبقى انجح من قبل كده انك تعمل عادات كويسه بس، انت ممكن مجرد ان انت قللت عادات وحشه عندك انت فعلا عملت تطور يعني فظيع. وعشان تخلي العادات الوحشه اللي عندك يعني تنساها او تبقى غير تحاول تصعبها اكتر، يعني تخلي ان الموضوع صعب. والله مثلا ايه، انت سجاير مثلا ولا حاجه، بص يا اسطى انا على كل سجاره هقطع 3، انت برضو بعد شويه الفلوس هتحرقك، بس خليك بقى كلمه راجل، مش بعد ما الفلوس تحرق تقوم يخرب بيت الموضوع ده كله وبتاع وتقوم ايه شارب الاربعه. فهتقول لي مثلا ايه والله حرام فلوس السجاير اللي بتترمي دي، هقول لك ومش حرام عليك جسمك؟ عايز تبطل مثلا ان انت تمسك التليفون، والله خد التليفون ده اديه لاخوك ولا لاختك اللي هو بينكشك ودايما بيضايقك يعني وكده، ومديهوله قول له بص انا لو خدته منك قبل الساعه 12 بالليل
يعني زفني وفضحني وبتاع، اي حاجه انت عارفها عني قولها لابويا وامي، ساعتها انت هتتلم، يعني اللي هو هتتلم على الاقل مره مرتين او كده، بس في اليوم ده انت هتبقى ايه، بتعض في الارض من كتر ما انت مش لاقي حاجه تعملها عشان التليفون اللي كان بيسليك. بس الفكره انك لما هتبدا تبعد عن الدوبامين الرخيص هتبدا تشوف حاجات تانية كتير بنظرات انت عمرك ما كنت واخد بالك منها. والنقطه الاخيره انك ممكن تعمل حاجه كده اسمها عقد للعاده، انك تكتب في ورقه كده ان والله انا لو عملت العاده الفلانيه دي هعاقب نفسي العقاب الفلاني دي، وشاهد مثلا صاحبك عليه. ويا لهوي بقى لو صاحبك ده مثلا ايه هياخدك يفضحك، يا لهوي مزاج. صاحبك هيبقى بيستنى اصلا عشان يفضحك، وانت تبقى عارف ان هو واطي وهيفضحك. يعني بص، هو كل اللي انا قلته ده تعتبر نهايه الكتاب. في حاجات لسه ما اتشرحتش في الكتاب الصراحه، وانا قاصد ان ما اشرحش كل حاجه عشان عايزك تروح تقرا الكتاب. فيعني روح كده بص على الكتاب بصه، خده كده من اوله لاخره. في حاجات كتير انت طبعا ممكن انا ما كنتش قلتها، ممكن انت تفهمها بطريقه احسن مني، ممكن حاجه مثلا انا نسيت اقولها، او محتاج ان انت تقراها بشكل اوضح او تشوف الكتاب ذات نفسه. يعني بمعنى صح ايه، روح جيبه كده وشوفه وبتاع. يعني اهو احنا حاولنا نعمل البسيط لاننا نعدل حياتنا نظريا، تمام، لان كلام الكتب مش كله بيتطبق على ارض الواقع. فجرب كده شوف هتعمل ايه، اكتب لي في الكومنتات. يعني كده يعتبر احنا خلصنا كتاب العادات الذرية. بيبقى في حلقة بعد الكتاب ما يخلص، بس مش عارف لسه هتتصور الحلقة اللي بعدها على طول ولا مثلا بعدها بفترة، هتكون انتقاد للكتاب. لأن الكتب مش كلها تنفعنا، الكتب مش كلها ننفع نطبقها طبعا في حياتنا، حياتهم بره غير حياتنا، ثقافتنا غير ثقافتهم. ناس كتير قوي هنا ممكن تعقرب لك الدنيا، طبعا بره ما فيش الكلام ده، هم كلهم اصلا عايشين حياة الفردانية وبس. المهم ما تبطلش تحاول.